ابني يجيلي تشنج حراري اذا ارتفعت حرارته، عشان كده انا عندي رعب من الحراره. الف سلامه. اللي عنده تشنج حراري لازم الام يكون عندها حساسيه تجاه السخونيه، وتكون اكتر ام عارفه ازاي تتعامل مع السخونيه. نتعامل ازاي؟ اول حاجه هنفتح الدنيا، نفتح التكييف المراوح. بعد كده عندنا هنخفف لبس الطفل. تالت حاجه بنشربه سوائل، اي نوع من انواع السوائل، مفيش حاجة ممنوعة. رابع حاجة بنعمل كمادات في الأماكن الصحيحة اللي هي عند الرقبة وتحت الإبط وبين الفخذين. بعد كده بندي الخوافض، بنبتدي بمادة الباراسيتامول بالتبادل مع مادة البروفين لو عدى الست شهور. كل ده ما جابش، بعد كده بندخله الدش، يا إما نصه التحتاني يا إما كله. بس خلي بالك وأنت بتدي الدش إيه، ما ناخدوش وهو سخن على المية الساقعة على طول، يحصل له صدمة يقعد يصرخ وأنت تصرخي والأب يصرخ. لا، عايزين إيه، ناخده على مية دافية شوية شوية، نخليها فترة شوية شوية، نخليها مائلة الى السقوعيه مش ساقعه. طيب يا دكتور برضو ما الحراره ما بتنزلش، نخليه قاعد في الدش ونجيب له العاب ونخش نلعبه، حتى ان شاء الله قعدنا نص ساعه، قعدنا ساعه الا ربع. وبعد كده بعد ما الحراره تنزل نطلع على طول على اقرب دكتور. ليه؟ لان هو عنده تشنجات حراريه مش زي الاطفال العاديه. طبعا كل طفل بيسخن لازم نكشف، ولكن انت يا ماما اللي ابنك عنده تشنجات حراريه لازم تعملي الخطوات دي مظبوطة. والخطوة الستة أو السبعة اللي احنا قلناها تروحي للدكتور فورا. وآخر حاجة بفكرك إن احنا نقيس بالترمومتر الحرارة كام، مش سخن مش دافي، نقيس بالترمومتر اللي احنا قلنا الديجيتال عليه في الفيديوهات السابقة. ألف سلامة.